السلام عليكم. مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل إلى نصف النهائي من كأس العرب بعد الفوز بهدف نظيف على المنتخب السوري الشقيق. هارتليك للأشقاء في سوريا، لديكم منتخب جميل ومجتهد وقوي، وسيكون له شأن كبير مستقبلا في الكرة الآسيوية والكرة العربية، مع الحفاظ على المدرب الإسباني ثم تطعيم المنتخب بالمغتربين باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبا، لأن سوريا لديها جالية كبيرة موجودة في أوروبا، وأنا متأكد في هذه الجالية سيكون هناك الكثير من الشباب ينشطون في الدوريات الأوروبية. كعلى سبيل المثال اللاعب الذي ينشط مع برشلونة لاعب من أصول وجذور سورية، لذلك أنا متأكد هناك الكثير من اللاعبين المغتربين في الدوريات الأوروبا، ولذلك سيكون المنتخب السوري رقم صعب جدا على كل المنتخبات العربية والآسيوية على وجه الخصوص، لأن سوريا تشارك في كأس آسيا. هارد لك لكم وكل التوفيق لكم مستقبلا. المنتخب الوطني المغربي اليوم قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة جميلة، تكتيك واستحواذ. ربما الكل سيتفق معي على أن هذه هي أفضل مباراة قدمها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم، من الشوط الأول إلى الشوط الأخير إلى الدقيقة الأخيرة. مع الأسف إصابة طريق السوداني غيرت الكثير في الشوط الأول، وغيرت تكتيك المدرب، لأن كان لديه لاعب واحد فقط وهو وليد أزارو الذي لم يقدم الكثير سوى الهدف. غير الهدف لم يقدم أي شيء وليد أزارو. لكن مبروك على العموم، مبروك للمنتخب الوطني المغربي، في انتظار من سيتأهل غدا بين المنتخب الإماراتي والمنتخب الجزائري. كل التوفيق للمنتخبين معا، نحن لا نفضل هذا ولا هذا، كما قال العميد اللي جاء بسم الله حينما قال اللي جاء بسم الله. كل التوفيق للمنتخبين، إن شاء الله غدا نرى منتخبة جميلة بين الأشقاء الإماراتي والمنتخب الجزائري. كل التوفيق لهم، لكن احنا في النصف النهائي، واللي جاء مرحبا، اللي جاء بسم الله. كلنا عرب، كلنا اشقاء، يفاز بالبطوله يستحق، لكن طبعا كل شخص يتمنى ويريد ان يكون منتخب بلاده في النهائي، ويرى منتخب بلاده يرفع الكاس. هذا حلم مشروع لكل شخص ولكل انسان. وسلام عليكم.